إلياس بوخموشة، أستاذ أكاديمي متخصص في الدراسات السينمائية ومخرج كذلك. لي عدة إسهامات ومشاركات في مهرجانات دولية بأفلام قصيرة، ومؤخرا بفيلم طويل تجريبي في تظاهرات ومهرجانات دولية، سواء مهرجانات يعني مصنفة عربية أو مصنفة أيضا دولية، يعني حتى ليست عربية ولكن دولية في العموم. وبخصوص البعد الأكاديمي، فقد اشتغلت على أبحاث متعددة في السينما، ومؤخرا سوف يصدر لي كتابين، وهما مدعومان من طرف وزارة الثقافة والفنون، وهما في السينما، في الإخراج وكذلك في النقد السينمائي. بخصوص التدريس، منذ البدايات فتحنا في جامعة سيدي بلعباس كلية الآداب واللغات والفنون تخصص السينما. كان على شكل تخصص ليسونس سينما، ثم أصبح ماستر سينما، وامتد إلى أيضا دكتوراه في الدراسات السينما، وأيضا تخرج لنا طلبة وهم الآن يدرسون، أصبحوا أساتذة في السينما. لدينا رهط من الطلبة أيضا ساهموا في مهرجانات متعددة بأفلامهم التي أخرجوها بوسائل وإمكانيات القسم المتواضعة جدا لحد الآن، والتي وعدنا بأن تكون أكثر حداثة وأكثر تطورا في المستقبل. أيضا هذه المشاركات، أو يمكن أن أقول أن من 2011 إلى اليوم 2023 يمكن بدون مبالغة أقول وصلنا إلى 70 فيلم قصير ما بين الروائي والوثائقي والتجريبي وحتى الأنيميشن، من إخراج وإعداد طلبة الفنون. أفلام كلها أغلبها أفلام تخرج، تختلف في الجودة وتختلف في الأبعاد، ولكن البعض منها كان جيد، بل شارك البعض منه في مهرجانات حتى دولية، بل أكثر من ذلك هناك إسهامات في طلبة كونتهم في الجامعة، وهناك من التحقوا بي لاحقا وكونتهم خارج الجامعة وحصلوا حتى على جوائز أولى في مهرجانات وطنية، وشاركوا في مهرجانات مصنفة كذلك. يعني هذه كلها هي عبارة عن إسهام متواضع لقسم الفنون في جامعة سيدي بلعباس بتخصص السينما لحد الآن، ونأمل أن يستمر هذا العطاء وأن يتطور ويأخذ أبعادا أخرى. وبالفعل هناك رؤية تتجه نحو تطوير هذا الاختصاص، اختصاص السينما، للتركيز على تكوين مخرجين، ولكن كما هو معلوم في الأكاديميات العالمية لا يوجد معهد يكون مخرج، يعني يسلم شهادة مخرج، لأن الإخراج إبداع، لكن يسلمون شهادات في الدراسات السينمائية أو في مهنة من المهن، نقدم درسا في السينما يجمع بين النظر والتطبيق معا. فمثلا عندما نشتغل على أي تخصص من التخصصات، مثلا التصوير أو المونتاج أو غيره، نقدم نموذج في المونتاج، أي نبدأ نركب نديروا المونتاج، وفي الوقت نفسه يأخذون النظرية فيتعلمون النظرية والتطبيق معا، والنتيجة هي فيلم مكتمل يمكن أن يصل إلى عروض ربما في مهرجانات دولية أو غير دولية وطنية. أستاذ بوخموشة، بما أنك أستاذ في قسم الفنون ومخرج سينمائي شارك في عدة مهرجانات، قد نعرف شيء الخطوات لإعداد فيلم. نعم. إذن لإخراج فيلم سينمائي حسب المعمول به دوليا والمعمول به وطنيا، هو بطبيعة الحال أولا السيناريو، ثم السيناريو ثم السيناريو. عندما يكون هناك سيناريو جيد يأخذ بعين الاعتبار المشاهد وشده، ويأخذ بعين الاعتبار لما لا حتى الإمكانيات. فبالسيناريو الجيد يمكن أن نتجاوز إشكالية الإمكانيات وقلتها ونقصها. يمكن شاهدنا أفلام بممثل واحد في فضاء واحد وبدون إمكانيات كثيرة يمكن أن تخرج فيلما، ولكن نحتاج إلى السيناريو الجيد. وللأسف هذا ما يقصنا. مثلا عندنا في جامعة سيدي بلعباس نشتغل
مع أساتذة مختصين في السيناريو حول تطوير هذا البعد، لأنه مهم وينقصنا في الجزائر مسألة كتابة سيناريو. بعد كتابة سيناريو مسألة كتابة سيناريو كتابة تاعو من نص جزائري أم من مقتبس؟ نعم، يمكن أن يكون السيناريو مصدره اقتباس دولي من روايات، من أخبار في الجرائد، من وقائع وأحداث تقع نشاهدها في الأخبار وغير ذلك. يمكن أن يكون من أدب جزائري وأخبار جزائرية وأعمال جزائرية وغير ذلك، كما يمكن أن يكون إبداعي يعني متخيل غير مقتبس، إنسان يحدث له شيء أو يتخيل فكرة معينة عوض أن يكتبها رواية يكتبها فيلم، لكن يعلم أن الفيلم هو صورة وصوت، لذلك يجب أن يعرف السينما ويعرف خصوصياتها ويعرف المونتاج ويعرف التصوير، وإلا سوف يكتب سيناريو ربما هو أدبي يصلح للنشر الأدبي على شكل رواية وقصة، ولا يصلح للفيلم، أو يصلح ليكون مسرحية، ولا يصلح للخصوصيات. صاحب السيناريو يكون كاتب أم إنسان عادي؟ هناك كتاب فشلوا في كتابة السيناريو وهناك كتاب نجحوا. الفرق هو أن الكاتب يجب أن يعلم أنه يتعامل مع متفرج ولا يتعامل مع قارئ. كل من لا يفهم هذه الخصوصية يفشل في كتابة السيناريو. يجب أن نكتب لمتفرج ولا أكتب لقارئ. فهذيك الرونق الأدبي جميل جدا، والشعر واستعمال المصطلحات الجميلة هذا جميل جدا، ولكن في الأدب في السينما يجب أن نركز على شاعرية وجمالية الصورة حد ذاتها، يعني ما الذي سوف يشاهده المتفرج. صح. بخنوشة في الاختيار تاع لما دير فيلم سواء كان قصير أو طويل حسب المقاييس العالمية، الاختيار تاع الممثلين كيف يكون؟ نعم، على حسب الكريماس تاع وجهها، قبلها كاين كاستينغ يعني. نعم، هي في المعمول به دائما دوليا وحتى وطنيا هناك ما يسمى الكاستينغ. الكاستينغ هي عبارة في الأصل مؤسسة كاستينغ، هي مؤسسة، وحتى في الجزائر عندنا يعني في الريجيس كوميرس سجل تجاري هناك يعني كود خاص لمن يريد أن يفتح مؤسسة انتقاء وممثلين وهذه المؤسسة هي اللي تمد هذه المؤسسة من المفروض هي التي تفتح إمكانية سجل خاص بكل من يريد أن يمثل في السينما صح أم لا، من خلال 3 عناصر. أولا التعبير البصري، يعني يشوفوه يصوروه صورة فوتوغرافية بالفيديو. ثانيا تعبير صوتي، لأن كاين لا فونوجيني، هل صوته يعني يناسب للكاميرا أم لا. ثالثا الأداء، يعطوه أدوار متعددة، فيها وين يبكي فيها وين يضحك فيه، ويأديهم بسرعة أمام الكاميرا. فهنا هذه العناصر الثلاث يشوفهم أي واحد يريد أن يصنع فيلم، يشوفهم يقول في الكاستينغ سوف أنتقي هذا للدور الفلاني لأنه يناسبه في الشكل، يناسبه في الصوت، يناسبه في الأداء أو غير ذلك. هذه طريقة. كاين طريقة أخرى هي طريقة الإعلان عن كاستينغ، ويأتي ناس يترشحون وننتقي منهم. طريقة ثالثة لا، هي انتقاء من نجوم معروفين، ناس محترفين، فقال هذاك لأنني شفت أفلامه هو يناسب هذا الدور. الخطوة الرابعة هي انتقاء ليس من المحترفين، ولكن انتقاء يختاره المخرج، كما دار بونتي كورفو في معركة الجزائر، يعني يروح يشوف في مكان ما في مقهى أو يشوف أن هذا ربما يناسب فيدربه ويخرج منه ممثل ولأصعبهم. الأفلام القديمة يعني بعد الاستقلال كانت أفلام بمعنى كلمة، رباط عضالجي، ريح الأوراس، أولاد نوفمبر، هادو تشوف سيناريو يعني لاباس به، حتى كيفية اختيار الممثلين كانوا ما شاء الله ما نجحتش يعني. أنا أشاطرك الرأي وأوافقك تماما. هذا دليل أن المال لا يصنع الفن، المال يوفر الأجواء والظروف. أنا لاحظوا صور جيدة، صوت جيد، تقنية جيدة، حتى المكان نعم. لكن نلاحظ أن المحتوى
القديم افضل، لان كان فيه واحد المصداقيه، كان فيه ابداعيه، كان فيه حتى اختيار الموسيقى، يعني من تشوف نعم دار نعم. يعني تشوف الحريق مثلا، مسلسل الحريق دار السبيطار، اختيار الموسيقى بينما الان اختلط الفن بالمال والتجاره، فما عرفناش يعني نكونوا تجار يعني نكونوا فنانين. لكن هذا لا ينفي وجود الان ما يسمى بالسينما الجديده او الموجه الجديده في السينما الجزائريه، وراهي بدات تفرض في نفسها شباب اللي راهم يغلبوا الفن على التجاره، وراهم يقدموا اعمال في السينما المستقله، يعني اعمال تشد الانتباه. على كل حال مع ان الامكانيات متواضعه، ولكنها بهذه الامكانيات يعني طلبتنا خدموا افلام وراهم يشاركوا بها في الداخل وفي خارج الوطن، وهي مقبوله. حتى ان طالب منذر اللي كان تكلم سابقا يعني بفيلمه الاول استطاع ان يدخل في قاعده بيانات معروفه انها تضم المهنيين السينمائيين العالميين IMDb. يعني ما تكلم لكمش عليها ربما تواضعا، ولكن بفيلمه القصير الاول اللي خرج في هذه الجامعه قدر انه يدخل في اكد ارضيه للسينمائيين المحترفين الكبار حتى العالميه، وهي بالانجليزيه على كل حال، ويكون مصنفا فيها يعني طالب منذر. يعني هذا انجاز عظيم جدا يعرفه اهل الاختصاص. هذا بخصوص من بين الانجازات اللي رانا نشوفوها. يعني نساعدوا احنا خدمتنا ما هي دعم طالب ليصل لتحقيق طموحه. فاي طالب يريد اخراج افلام يمر عنا نساعده بالامكانيات المتوفره وبالخبره، والحمد لله عندنا خبره في هذا الميدان وعندنا نتائج، لأن الخبرة شيء وأيضا نتكلم بالنتائج. عندنا نتائج فعل وصلوا يحققوا أشياء عظيمة، كما سبق تكلمت على منذر، ولا تكلموا على مداد آية أيضا في المهل الوثائقي اللي راها أيضا في مهرجانات أظن منها حتى الدولي نيويورك. يعني قبل من المفروض في مهرجان في نيويورك، أو هو على الأقل سيليكسيوني في مهرجان في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. وهو أيضا تم مونتاجه، الفيلم اللي شوهد في نيويورك تم مونتاجه بهذه الوسائل البسيطة في هذه القاعة البسيطة. يعني ما تخلعوش، يعني عمل اللي يعرض في قاعة في نيويورك يمنتج هنا، وأيضا صور بكاميرا القسم اللي هي كاميرا بسيطة جدا صورت الفيلم ليذهب لنيويورك. يعني مسألة ماهيش مسألة وسائل فقط، المسألة راهي مسألة خبرة ومسألة كيف نشتغل بالوسائل. وهذا اللي نعلمه للطالب. أنا الطالب دائما أريد أن أبعده عن الكاميرا حتى أجد أنه مؤهل له، أو يشتغل مع من هو مؤهل له. بمعنى طالب يجي يقول لي خرج كاميرا، نقول له مازال شوي، ماشي لأمور تنظيمية، لأن الكاميرا قبل شبغ يدير بها. هذا اللي يهمنا احنا، شبغ يدير بالكاميرا. بزاف ناس راهم يشروا كاميرات، طريقة العمل يعني هذه بزاف ناس الان هواة راهم يشروا كاميرات وما يديروا بهم ولا شيء. قبل ما تروح للكاميرا تعلمها اولا كي تخدم بها احترافيا، ثانيا ما الذي سوف تقدمه بهذه الكاميرا، ما الذي سوف. على كل حال اظن انني مثلت الجامعه في تظاهرات سينمائيه دوليه، في جامعات ايضا اخرى، من بينها عرض افلامي، ومن بينها المشاركه في اعمال نقديه، النقد السينمائي، في الكتابه، في التدوين. ايضا عندي اسهامات اظن من 2014 الى 2016 الى يومنا هذا في لجان مهمه جدا في وزاره الثقافه والفنون، منها لجان دعم ابداع الشباب، جائزه علي معاشي، جائزه الجمهوريه علي معاشي. فانا كنت عضو فيها لمده 4 سنوات او يزيد في تخصص السينما، ودعمنا كثير من الشباب اللي الان رانا نشوفوهم مخرجين وراهم يديروا افلام طويله. ايضا على مستوى لجان دعم السينما، يعني دعم الافلام الاحترافيه في السينما. يعني الافلام الاحترافيه اللي نشاهدها الان تدعم من طرف لجنه وزاريه، وانا عضو في هذه اللجنه الوزاريه لعهدتين، العهده السابقه والعهده الحاليه ايضا.
أنا عضو فيها، ورشحت لأن أكون لكي أكون في اللجنة المقبلة لسنة 2024 كعضو لانتقاء الأفلام الاحترافية. يعني كل الأفلام التي تنجز والتي لا تنجز نقرأها ونختار منها الأفضل لكي يمثل الجزائر سينمائيا. وكل هذا لا أنسى دائما أن أذكر أنني خريج، يعني أمثل، لست خريجا ولكن أمثل المكان الذي جئت منه على الهامش، اللي هو جامعة سيدي بن-العباس، وهي كلية الأدب واللغات بجامعة سيدي بن-العباس، قسم الفنون وتخصص السينما بسيدي بن-العباس. وآخر نقطة، أنا الآن يعني اخترت عضوا لإعداد برنامج المعهد العالي للسينما، وهو أول معهد عالي للسينما في الجزائر، وسوف يكون موقعه في القليعة. وهو الآن في إطار إعداد البرنامج للسنة الأولى والسنوات الأخرى، والتفكر في كيف يكون هذا المعهد العالي في السينما الاحترافية في الأول من نوعه في الجزائر. وأنا عضو في هذه اللجنة، وأساهم بخبرتي المتواضعة في تأطير فريق العمل الذي يعد هذا البرنامج، وأطيره وألتقي معه في دورات كل شهر كي أؤطره كي يتجه في اتجاه سليم، كي يعد لنا سينمائي المستقبل وتقني المستقبل، ربما يشتغل معه مدير كمخرج يعني هكذا. يعني هذا هو الإسهام المتواضع لي في مجال السينما. السلام عليكم، أنا مقري محمد منذر، طالب سنة أولى ماستر نقد سينمائي سمعي وبصري. هذا العام أنتجنا فيلم القصير الأول اللي هو تسلسل زمني، مع المساعدة تاع الطلبة الزملاء تاعنا والممثل بوشي خير الدين. أنا طيبوني عبد الشبير، طالب سنة ثالثة ليسونس دراسات سينمائية. لحد الآن عندي صفر أعمال، لكن عندي طموحات مستقبلية أن نكتب سيناريوهات، أخرج أفلام.